بزاف وبزاف د الحوايج، كان ديما كنجي عندهم، ديما غاده ديما جايه. الوالده ديالي طلبت مني باش نتفارق معاه، والتجأت للمحكمه ودرت تطليق الشقاق. واخا الله يعطيك السر، قبل ما نوصلوا للطلاق الشقاق بغيت نعرف انا واش هذا الراجل اللي تزوجتي به من النهار الاول نتوما كنتوا عايشين في هاد المشاكل وفي هذا العنف؟ ملي تزوجت به خداني وكانت عندي بنت دابا كتقرا في دار الفتيات. كانت عندك بنت يعني بنته هو ولا لا ماشي بنته، بنتي انا تزوجت بها بالشكل ملي كانت صغيره بلا قاعد بلا والو، وحطها ليا في الحاله المدنيه بانها بنته. ايه. وتزوجت مده 9 سنين وانا معاه. الايام الاولى شي عام ولا عامين ما كان لا صداع لا والو، من بعد ولا كيضربني بزاف. والسبب شنو؟ غير بوحديتو كيجي كيكون فاقد الوعي ديالو، كيضربني باش ما كان مره بقرعه باش ما بغا كيضربني. وكنجي للدار ديالنا كنتي كتمشي تشكي عند والديك؟ كنشكي على الوالده ديالي وعلى خوتي وهادي، وشافوني دائما كنتعنف، دائما كيشوفوني شحال من بزاف د الحوايج. كيضربني بزاف، ديما مضروبه ديما. وكاك العائله ديالو والعائله ديالي كيصالحونا وكنرجع بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. اذا العائله ديالكم بجوجكم في الاول كانت تدخل بخيط ابيض، كتصلح بيناتكم؟ كتصلح بيناتنا، الوالد ديالو والوالده ديالي. اصلا دابا حاليا العائله ديالو معايا مزيانه، كيتصلوا بيا وكيجيو عندي. وولد الوالده معاه ولد خليته الوالده ديالو هي المكلفه به. وهو كديما باقي في نفس الحاله ديالو، ما كيتبدلش. نعم. واخا كيضربني ونعاود نمشي وكنعاود نتضرب، ما كيضربنيش بالعصا ولا كنتضرب بقرعه باش ما كان عنده في يعني ديما كيخلي فيك الاماره ويخلي فيك. دابا حاليا واخا طلقت منه وكيهددني، تيقول لي نلقاك نضربك ندير لك نفعل لك. واش والديك كانوا من النهار الاول تيتبراو فيك، تيقول لك مثلا الدقه الاولى هذا السيد راه ما صالح ليكش راه، وانت رغم ذلك بقيتي تابعه وتتقولي دابا يهدي الله وصابره معاه؟ هذاك الشيء اللي كاين. انا ما بغيتش بنتي تضيع، لحقاش كانت عندي البنت كتقرا في دار الفتيات، هو حاطها لي في حاله مدنيه. ما بغيتهاش تضيع وتبقى بلا اب مشرده وهادي. داك الشيء علاش صبرت، وصبرت على الولد الثاني اللي ولدت معاه. ونفس داك الشيء اللي كان فيه هو اللي باقي فيه. السيد ما كيتبدلش رغم انه زايد في 67 كبر مني، عنده 43 عام. هو في نفس الحاله ما كيتبدلش. اللي فيه هو اللي فيه، ديما كيضرب وكيضرب، ما كيضربش بيديه ولا اللي كان حداه كيشير على القرعه باش ما كان. نعم. عائلته هو كنتي كتمشي عندهم كتغضبي عندهم شنو كانوا تيديروا معاك؟ العائله ديالو هما اللي كانوا كيخلصوا لي الكرا فاش كنت ساكنه. كيقولوا لي لا خاصك شي حاجه ولا هذه ما تقوليهاش ليه، لحقاش كيكثر المشاكل بينه وبينه. لا بغيت نشري شي حاجه ولا كيقولوا لي ما تهضريش معاه هو نهائيا، اجي عندنا حنا نشريو لك، حنا نكسيوك، حنا نديروا لك اي حاجه. حتى الكرا فين كنت ساكنه هما اللي كيخلصوا ليا. نعم. اذا كانوا مزيانين معاك حدا براجلك؟ مزيانين معاه حال لحد الان مزيانين معايا. واخا الوقيته اللي شحال بقيتي انت وراجلك باش والديك تدخلوا نهائيا باش يفصلوا من هذه العلاقه ما عندك ما ديري بها؟ شحال المده ديال العنف وديال التماره اللي دوزتي معاه؟ 9 سنين وانا معاه مجوجه. 9 سنين. وديما والديك تيتبراو منك فرقي هذا الراجل؟ كنجي كتقول لي الوالده صافي ما ترجعيش، كيدخلوا الناس والعائله ديالو وهذه تيقول لي صافي رجعي وراه ما غيبقاش وغيتبدل. ساعه هو نفس داك الشيء اللي فيه، داك الشيء اللي ما كيتبدلش. ولكن علاش انت من النهار الاول من والديك، حيت امك ولا باك ولا ما عنديش الاب غير الام، امك عندها خبره في الحياه وكتعرف انت هي دريه صغيره ديك الساعه، يعني كان هي شمات باللي هذا الراجل راه ما صالح ليكش، راه ما غاديش. علاش ما تصنتيش لامك من النهار الاول وجلستي قبل ما ديري الولد وقبل ما توصلي 9 سنين معاه ديال؟ كنت مضروبه في وجهي وتنقول راه صافي ضربني، ما يمكن ليا نمشي لا نخدم لا والو، ما كاينش اللي عاقبل عليا، ما كاينش شي باب اللي غادي يدخلني، لحقاش انا مضروبه في وجهي. حتى لدابا حاليا غير واحد الجمعيه داروا لي التجميل. يعني انت كنت صنتي لوالديك، ما كنتيش توصلي حتى لهذا العنف والسيكاتريس على وجهك والتجميل وهذا الشيء كامل؟ لا ما كنتش نوصل ليه نهائيا. كيفاش ضربني المره الاولى كاع ضربني لهنايا في هذه البلاصه هذه، مازال ما ضربنيش لوجهي. وهذه كانوا كيجيو الناس وهذه كتقول لي الوالده ديالي هذا ما تعيشيش معاه صافي، ملي ضربك لوجهك وهذه راه ما يمكنلكش تزيدي معاه وهذه. ورغم ذلك كنمشي. واش كنتي كتبغي هذا الراجل ولا فعلا كما قلتي في الاول حيت حاط لك بنتك داير فيك واحد الخير، حاط لك بنتك في الحاله المدنيه وجمعها وصبرتي على هذا الاساس؟ اذا ماشي حبا في هذا الراجل؟ لا ماشي حب، لحقاش هو اكبر مني بزاف، هو زايد في 69، راجل عنده 43 عام وانا ملي شفتو قبل لي على بنتي وحطها في الحاله المدنيه. وداك الوقت اللي ولات انا البنت ما كانش عندي الحق باش ندير حاله مدنيه. وبن بنتك شنو المصير ديالو؟ ما حيت تزوجت به شحال هذه ما كان لا قاعط لا والو، ما كنعرف عليه حتى شي حاجه حد الان.
ووالديك هنا دخلوا في هذه العلاقه اللي كانت عندك مع الراجل الاولاني والبنيه؟ هما اللي عطاوني. كنت باقا صغيره، عندي 14 عام. توشي بالفاتحه ولا كيفاش؟ درت العرس، عندي تصاور، عندي كل شيء، ولكن ما دوزتش في القاعيط لحقاش كنت باقا صغيره. ملي حملت وداك الشيء جيت لدارنا، صافي ما بقاوش يسولوا عليا. ولدت البنت في 2000، تزوجت ل 2004. بمعنى عائلتك في الاول ديال الحياه كنتي باقا قاصره، عائلتك دخلات وعطاتك الراجل واحد اخر وانت صغيره، ما ديزه لا في كاغيط ولا في جواج ولا حتى في حاجه. يعني من الاول عائلتك دخلت في حياتك، هي اللي كتصنع المصير ديالك. مولي الوالده ديالي، الوالد ما عنديش الاب. الوالده هي اللي عندي، الاب متوفي مني كنت انا كنقرا في الثالث. نعم. واخا مريم، ندوز عندك فاطمه.